السلام عليكم الاخوان ورحمه الله وبركاته. المهم الاخوان جبنا لكم اليوم الملخص كل ما قدمه عبد الصمد الزلزولي مع فريق اوساسونا ضد اتلتيكو مدريد. المهم الاخوان عبد الصمد الزلزولي كيف ما كنعرفوا عليه ديما راه دائما كيتالق وجه اليوم في هذه المباراه تالق وخداو كاحسن واحد في التقييم في الفريق ديالو الاخوان. المهم الاخوان نخليكم مع الملخص وتحياتي. مضغوط عليه مانو يلعب الكرات العرضيه لكن تمركز مميز طبعا. ياخد رمي التماس عامل لهم ازعاج بين الحقيقه الواعدين. بص امامنا اهو يبدو هنا الاصابه هو ادي عبد في لحظه بناء هجمه من جانب اتلتيكو كان متقدم مولينا في مساحه يا ولد عملها حلوه لابيلا لكن يطلع يا ولد قطعها حلوه قوي قطعها مضغوط عليه مانو يلعب الكرات العرضيه لكن تمركز مميز طبعا. ياخد رمي التماس عامل لهم ازعاج بين الحقيقه الواعدين. بص امامنا اهو يبدو هنا الاصابه هو ادي عبد الصمد الزلزولي. اتمنى ان شاء الله السلام الموسم الماضي والموسم الحالي. خيمينيز صاحب الراسيه نادي اتلتيكو سجل في ظل طبعا وكان سجل على فكره موي جوميز ركله السادسه في سجل في مرمى اليوس. يفكر يسدد ماريوس عنده الشخصيه لم يفرق عن التلوه الاخرى باداء رائع وتسديده من جانب اللاعب امامنا هون لكن الارجنتين تفوق. جريزمان امامنا هنا لكن الكره طالت شويه. المره دي انخيل كوريا زحلق محاولات 1 مقابل 5 لكن بين العارضه والقائمين الى اللاعب مولينا لكن مولينا الى مقطوعه الكره بتاعت مورينو. اخر كرات الشوط الاول امام خيمينيز صاحب الراسيه نادي اتلتيكو سجل في ظل طبعا وكان سجل على فكره موي جوميز ركله السادسه في سجل في مرمى اليوس. يفكر يسدد ماريوس عنده الشخصيه لم يفرق عن التلوه الاخرى باداء رائع.